السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتشرت منذ أيام بعض المقاطع لوفاء مكي الممثلة أو المشخصاتية وهي تتسول لقمة العيش، وتعاطف الجميع معها، وردا على حالة التعاطف المنتشرة دي بعد خروجها في الإعلام وهي تتسول لقمة العيش، وبتقول إن أمها مصابة بالسرطان ومش لاقية تعالجها ولا تأكلها. لكن قبل ما تتعاطف أو تتكلم كلمة واحدة بس لازم تعرف الحكاية من البداية. وفاء مكي في سنة 1998 كانت تقريبا من أشهر الممثلات في مصر، لدرجة أن رصيدها بلغ أكتر من 90 عمل ما بين أفلام ومسلسلات ومسرحيات وغيره. وقتها كانت وفاء مكي بتلعب بالفلوس لعب، وكان الإعلام كله بيجري وراها من أجل صورة أو حوار في جريدة أو برنامج تلفزيوني، وكان أي مخرج أو منتج ساعتها بيحب أنها تتواجد في العمل بتاعه. وقتها وفاء مكي ركبها الغرور والنرجسية وبقت فرعون الفنانين والنساء على وجه العموم. لكن زي ما ارتفعت في سماء النجومية بسرعة كبيرة قوي كان سقوطها بشكل عجيب، واستمر السقوط ده 24 سنة من سنة 1998 إلى اليوم، ونحن في بداية 2023. طيب إيه سبب الكلام ده وسبب المقدمة ديت؟ تعال وانا اقول لك. سنة 1998 كانت وفاء مكي عندها بنت شغالة خدامة اسمها هنادي من محافظة المنوفية. كانت البنت شغالة لبيسة للفنانة ومعاها اختها في البيت، لكن كان تخصصها الكنس والمسح وامور اخرى في المطبخ. حصلت مشكلة بسبب البنت دي، ولكن لا نستطيع ان احنا نؤكدها او ننفيها، ولكن الاعلام وقتها قال كده، قال ان البنت شهدت وفاء مكي مع راجل غريب في منزل الزوجية وفي وضع مشين. البنت راحت بسرعة قالت للزوج، وتشاجر الزوج مع النجمة وفاء مكي، وتطور الأمر إلى مشكلة كبيرة جدا بينها وبين زوجها، بغض النظر بقى إن كان كلام البنت ده حقيقي أو غير حقيقي. لكن الحاصل إن الفنانة مسكت البنت بعد خروج الزوج وبدأت عملية تعذيب وحشية. وركز في اللي هتسمعه دلوقتي. أم الفنانة المصابة بالسرطان حاليا كانت لسه بصحتها وقتها ولم تكن كما هي اليوم، وبدلا من أن تدافع أم وفاء مكي عن البنت الخدامة وتقول لها حرام اتقي ربنا في البنت، قامت بمساعدتها في تعذيب البنت. أم وفاء مكي كانت بتمسك البنت وبتكتفها أثناء تسخين وفاء مكي سكينة على النار حتى الإحمرار، وبدأت بحرق البنت في كل حتة في جسمها، حتى العورات المغلظة الحساسة لم تسلم من يد الفنانة المتوحشة. وفاء وامها ما كفاهمش التعذيب وحرق جسم الطفلة الفقيرة بس، بل سجلوا للبنت كمان واختها شريط فيديو بالإجبار يعترفوا فيه انهم سرقوا ذهب واموال من البيت. طيب خلصت القصة يا عم لحد هنا؟ لا طبعا. الفنانة الرقيقة مرهفة الحس والمشاعر هي وامها اللي بيتسولوا اليوم لقمة عيشهم كان لهم رأي آخر. في عز حالة الإنهاك والمرض من شدة الحرق والضرب والتعذيب، خدت وفاء مكي وامها البنت للحمام وربطوها تاني، وبدأت وصلة تعذيب جديدة من نوع تاني ليذيقوها كل ألوان العذاب البدني والنفسي. وهنا بقى بدأت مرحلة شد شعر البنت حتى نزعه من رأسها، مع ضرب بالخرزانة والجلد، ومحاولة نزع أظافر البنت بالكماشة، إلى تسخين المكوى على جسمها مع التجويع والعطش وحلق شعرها. جسم البنت بقى كله كدمات وحروق وتقيح من الصديد. وطبعا أختها التانية في نفس الجحيم مع أختها، لكن الفنانة وأمها كانوا بيركزوا مع البنت اللبيسة أكتر لأنها سبب المشكلة على حد وصف الإعلام وقتها، واللي جاب كلامه من محاضر النيابة الرسمية. وللعلم القضية وقتها كانت قضية رأي عام، وكانت كل القضايا التي تنشر في الإعلام كانت من محاضر النيابة الرسمية، يعني الكلام رسمي وثابت وما فيهوش أي ذرة شك. استمرت بقى حملة التعذيب الوحشية للبنتين مدة 21 يوم لحد ما البنت بدأت تدخل في مرحلة صحية حرجة جدا،
جدا وجالها تسمم في الدم وفشل كلوي وبدأت تدخل في غيبوبة وفقدت النطق. الفنانة هنا بقى خافت على نفسها مش على البنت. تعمل ايه بقى الفنانة مرهفة الحس؟ استدعت الفنانة وامها دكتور عديم الضمير يحاول انقاذ البنت. الطبيب كتب علاج لكنه لم يأتي بنتيجة، ومن ضمن التشخيص اللي كتبه الطبيب ان البنت مصابة بقراع في الرأس، وهو طبعا مش قراع ولا اي حاجة، ده الفنانة سلخت شعر البنت من رأسها. طبعا هنا الفنانة كانت بتأمن نفسها لو الوضع يعني وصل للنيابة والقضاء. وللعلم القضية وقتها في الإعلام كان اسمها قضية السلخانة، إشارة لما فعلته وفاء مكي في البنت. طبعا أغلبكم لم يعايش هذه الفترة أو ربما لم يكن ولد من الأصل. في شهر 11 من نفس السنة شعرت الفنانة وأمها أن البنت تحتضر، وبدلا من التراجع عن جريمتهم كملوها إلى مرحلة أحقر وأحقر. أحضرت الفنانة مشخصات زميل لها مغمور اسمه أحمد البرعي، مات هو كمان سنة 2012 بأزمة قلبية مفاجئة. وأحضرت معاه كمان ابن خالتها سيد الفار وطليقها أيمن الغزالي، وحملوا البنت واختها في منتصف الليل ورموهم على الطريق الزراعي عند مدخل القرية بتاعتهم بالمنوفية. ولأن ربنا سبحانه وتعالى أراد أنه يفضح الأسرة المتوحشة دي، فقد تعرف أهالي القرية على البنتين وخدوهم إلى المستشفى. ومن هنا بقى بدأت القضية. ظلت وفاء وأمها هربانين مدة أسبوعين 2، ولأنها كانت بتخطط لكل شيء فقد هربت في محافظة المنوفية، ظنا منها أن الشرطة ممكن تبحث في أي مكان إلا مكان أهل البنتين. لكن الشرطة عندها قاعدة أمنية، وهي إن المجرم دائما يحوم حول مكان جريمته يستطلع الأخبار. وبالفعل كانت القاعدة دي هي من أوقعت المجرمة والبلطجية اللي معاها. المحكمة حكمت عليها ساعتها ب10 سنوات سجن، وسنة لكل واحد من البلطجية اللي كانوا معاها، وسنة لأمها. ولكن خرجت وفاء مكي بعد 3 سنوات فقط بعفو صحي. حاولت وفاء مكي اتهام اللواء حبيب العدل وزير الداخلية الأسبق انه سبب سجنها وانه هناك من شحنه عليها، لكن النيابة والقضاء والشهود والطب الشرعي كان رأيه وحكمه هو ما سبق. وعادت مرة تانية للتمثيل لكنها اختفت مرة أخرى. لكن ظهرت هذه الأيام وما كان ربك نسيا، ظهرت تتسول طعامها وسداد ديونها اللي بلغت على حد قولها 500,000 جنيه. لذلك نقول ان حالة التعاطف المنتشرة معها على مواقع التواصل هي حالة مزيفة، لان اغلب هؤلاء المتعاطفين لا يعلمون حقيقة القصة. لكن التاريخ من الصعب تزويره، ومن الصعب على اي مجرم انه يخفي جريمته العمر كله. وسبحان الله، من العبرة المستخلصة من القصة البنات اللي راحوا يشتغلوا خدامين عند وفاء مكي كان ذهابهم بسبب فقرهم وفقر اهاليهم وحاجتهم الى المال. ويشاء ربنا سبحانه وتعالى انه يسقي وفاء مكي من نفس الكاس، كاس الفقر والجوع والحاجة والعوز. ربنا سبحانه وتعالى جعلها النهاردة تتسول لقمة تسد بها جوعها. وأيضا وللعجب أم وفاء مكي ساعدتها في تعذيب البنات وسببت لهن عاهات مستديمة، فابتلاها الله بمرض السرطان جزاء وفاقا. وليس معنى هذا ان كل مبتلى بمرض السرطان هو انتقام او غضب رباني عليه، ولكن هناك فرق. المرض يأتي احيانا على صورة ابتلاء واختبار وغسيل للخطايا والذنوب، واحيانا يكون انتقام من الله لكل ظالم، وينظر ساعتها الى حال المرء مع ربه وهو يعلم ان كان ما اصابه ابتلاء أم انتقام إلهي. وكأن آية إن ربك لبالمرصاد لم تمر على أسماع هؤلاء، وكأنهم لم يسمعوا قوله جل وعز وما كان ربك نسيا. وكأن العبرة من فرعون وهامان وقارون لم تمر عليهم يوما ما. من الطبيعي أن أي حد فينا يكون له أخطاء وذنوب يستغفر الله منها، لكن قصة المشخصاتية دي هي قصة إجرام وإصرار على الإجرام ودفاع عن الإجرام.
فلا تعاطف معها، فهذه دعوات من ظلمتهم من 23 سنة كاملة. كلمة أخيرة بقى لكل أب ولكل أم، مهما كنت فقير أو كنت محتاج، لا يصل بك الحال أبدا أن ترسل بناتك للعمل خدامات في بيوت مشخصاتية. معلوم جدا الوسط الفاسد اللي هم عايشين فيه، ومن العار على أي أب وأي أم إرسال بناتهم للعمل خدامات في المنازل، وخصوصا المنازل المعلوم عنها الانفلات وشرب الخمر ولعب القمار والرقص والهلس ودخول الأغراب والاختلاط الفاجر الذي نراه في حفلات هؤلاء الفسدة. لو كل أسرة فقيرة شغلت بناتها عند الناس لأصبحنا مجتمع غابة وليس مجتمع بشر طبيعيين. والأكثر إجرام إن تكون الخدامات في عمر الطفولة، يعني ولا الأطفال استمتعوا بحضن أبويهم ولا عاشوا طفولتهم البريئة ولا دخلوا مدارس زي باقي بنات الناس العادية. وفوق كل هذا الحرمان إضافة إلى الفقر المدقع، يأتي مثل هذا الأب ويخرج أطفاله لبيوت الناس على بعد مئات الكيلومترات، وهذه جريمة لا تقل عن جريمة وفاء مكي وأمثالها ضد الأطفال. عززوا أولادكم وبناتكم وصنوهم واكرموهم، فلا رحم الرحمن من أذلهم وأهانهم. وكذلك اللي بيخرجوا أولادهم وبناتهم في الشوارع والطرقات وإشارات المرور والشوارع العامة للتسول وسؤال الناس وهم قاعدين في البيت وبيتاجروا بأولادهم، لابد أيضا من محاكمتهم والأخذ على أيديهم علشان خاطر أطفالنا وولادنا وبناتنا يتربوا في بيئة كويسة ويعيشوا عزاز كرماء. اللي بيحصل معاهم ده عامل زي وأد الأطفال في الجاهلية. فاتقوا الله في أولادكم وبناتكم. حفظ الله أطفالنا من كل شر ومن كل سوء، وهداهم وهدى بهم وجعلهم لنا قرة أعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.